مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اخوي، بدي اوصل وجهة نظر حق تلفزيون البحرين، حق جميع البحرينيين. نعم. ويا ريت منكم الكل اللي يتقبل هاي وجهة النظر. نعم، من معنا لو سمحت؟ علي الياسين. حياك الله علي، تفضل. اخوي، انا الاحداث اللي صارت في البحرين كلها يعني من الاي الى الزد احملها تلفزيون البحرين، لان تلفزيون البحرين 20 يوم 24 ساعة يطحن ويزيد ويسوي طائفية في البلاد. 24 ساعة الناس تتصل تسب، اللي يسب الشيعي واللي يسب المذهب وغلط على العلماء. ومع هذا تلفزيون البحرين والمقدمين جزاك الله خير، مشكور، صح لسانك. هذا اللي وصل البلاد لحد احنا ما واصلين فيه. تلفزيون البحرين والمقدمين كلكم مفروض تكونوا حياديين، توصلون رسالة إعلامية. ناس تسب وتشتم الشيعة وانتم ساكتين، وين ردكم؟ إذا ولي العهد تاج راسكم طلع وقال يجب على الجميع الهدوء، وقال شيء، وقال اللي يطلعون مع سوسن الشاعر اللي يطلعون مسيرات هاي الدستور كفلهم. سوسن الشاعر ردت وقالت هذه غير مرخصة، رد عليها سمو ولي العهد وقال أنا ما أقدر أمنعهم. وانت كل يوم انت وزملائك تحملون المعارضة اللي سوتها، اللي طلعت مسيرة مني ومن هناك. والأمن البلطجيات المنتشرة شنو هوياتهم؟ من وين؟ هل هم معارضة؟ اللي صار في الدوار اللي صار في الجامعة شنو هويات اللي انطقوا واللي طقوا؟ هذه كلها تجهيزات حق ينزل الجيش. تبون تنزلون الجيش، ما عرفتوا، كنتوا زعزعتوا الأمن تزعزع في البلاد حق ينزل الجيش بمبرر تبررون. واللي قاعد يصير الحين من تشحن في المستشفى السلمانية حق باكر ينزل الجيش ويحوط السلمانية. هذه خطتكم. واحنا 2011 مو في الخمسينات، ما نشوف ما نعرف. نعم علي أنا يعني وصلت رسالتك، يعني أنا التزمت الصمت. نعم التزمت الصمت علي وياك، وانت قلت ان احنا يعني تجينا مكالمات، واحنا يعني علي ان احنا ندافع عن المكالمات التي طالما نادينا يا علي بمسألة الوحدة الوطنية، وطالما ايضا ياتنا مكالمات وكان فيها تعدي، ونسكت اللي تكلم اذا كان هناك اي تعدي على طائفة. واحنا ما نعمم، قلنا بان احنا ما نفرق بين سني ولا شيعي في هذا الوطن، ولان احنا نعلم يعني مسألة الفتنة ومسألة التفرقة ومسألة الطائفية في هذا الوطن إذا ابتدأت هذه الشرارة ما راح تنتهي. وهذا أمر ياما أكدنا عليه علي.